أنا حابب نسمع قدر الإمكان أكثر شيء منه نشيد يعني. الله يبارك بس فيك. معنا أيضا محمود من الأردن. تفضل أخي محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية أستاذ حوا. الله يعافيك يا أخي، تفضل. أشكركم وأشكر لكم استضافة الأستاذ معتصم العسلي. الله يبارك فيك. أحب أوجه سؤال بسيط للأستاذ معتصم. تفضل. يعني نصيحة نوجهها للشباب اللي الآن يعني مقبلين على النشيد، أصحاب الأصوات الجميلة، أصحاب الاهتمام بمجال الإنشاد. يعني توجيه بسيط، أو ما رأيكم بموضوع إنه أيهما أولى الاهتمام مثلا التوجه للنشيد وخلص التخصص في هذا المجال، ولا لازم للمنشد أن يكون له يعني اهتمام بالقرآن في البداية وكذا ثم يتوجه إلى الإنشاد؟ الله يجزيك جميل جميل أخي محمود. قبل ما تغادر الاتصال، حضرتك منشد؟ نعم. منشد؟ أنا لا والله مش منشد، لكن مشروع منشد في مجال النشيد وبنحب هالأصوات الجميلة. يعني الله يبارك فيك. إذا فقط مهتم ولست مشروع منشد، يعني فقط بدك نصيحة لأحد أقاربك أو أصحابك أو أصدقائك. جميل. نعم، للشباب بشكل عام، للأقارب. أنا إلي أقارب منشدين، لكن بالشباب بشكل عام يعني. جميل. وصل السؤال. هذا وصل السؤال. لكن اعذرني يا أخي محمود، بدنا نطلب من الأستاذ معتصم يجاوب عليهم بعد ما يسمعنا أنشودة لما نطلع فاصل. مسجلين. طيب مسجلين. بدك سمعنا هيك أنشودة قبل ما نطلع الفاصل الأول، لأنه أخذنا الحكي والمكالمات. شو بتريد تسمعنا؟ توكل على الله. إلهي إلهي أنت تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي يا سيدي يا سيدي فرج قريب، وصل حبلي بحبل رضاك بحبل رضاك، وانظر إلي وتوب علي، عسى أتوب. وراعي حمايتي وتولى أمري وشد عراي، إن عرت الخطوب، وألهمني بذكرك طول عمري فإن بذكرك دنيا تطيب، وظني فيك يا أملي جميل، ومرعى زود آمالي خصيب، وصل على النبي وآله، ما ترنم في الأراك العندليب. ذهب تتألق حسا وشعورا،